اهلا بيكم في ظبط نوية. هكلمكم بقى عن حاجة كده في حوار السفر على الاف1 فيزا اللي هي ستودنت فيزا. فاول حاجة واول خطوة بتعملها هي ان انت بتدور على الجامعة المناسبة ليك. بتدور زي بتكتب مثلا software engineering master at USA for international student. تمام، لازم تكتب international student عشان يجيلك الحاجة المقصودة بتاعتك، عشان في برامج بتبقى مش من international student. تمام، وانت ما ينفعش تقدم في اونلاين بروجرام عشان انت بتقدم عشان تروح فالاونلاين. طب وانت ليه تخرج من بلدك لما انت كده اونلاين؟ فنخلي بالنا لما نلاقي حاجات في السيرش بتاعنا في جوجل اونلاين، فما ندخلش على الاونلاين، احنا عايزين حاجة اون كامبس. تمام، طيب بدخل على الموقع على الجامعة بشوف ايه. اول حاجة بدور على الماستر اللي انا عايزة في المجال بتاعي بالظبط، وبعدين ادخل اشوف الوقت بتاع البروجرام قد ايه، مثلا سنة ونص 4 سمستر مثلا سمستر. بشوف تاني حاجة الفلوس التيوشن بتاعت المصاريف بتاعت الجامعة قد ايه. بشوف البروجرام نفسه بيحتوي على ايه، يعني مثلا ايه المواد اللي انا بدرسها. تمام، يبقى المواد اللي انا بدرسها بشوف information عن الجامعة دي، سمعتها بدأ امتى، بتدرس ايه، بتعمل ايه. تمام. السؤال دوت مهم ان انا ابقى اركز لكم على الحاجات اللي كده كده انت هتتسأل فيها في الانترفيو، فلازم تحضرها من الاول مظبوط. فاول حاجه بشوف البروجرام بتاعي بالظبط، مدته، التيويشن مصاريف، بشوف يكون لازم اون كامبس. بشوف اسم الجامعة وبعدين بعمل ايه تاني بقى. يعني لو استقريت لقيت مثلا جامعة فلوسها تمام، ممكن انها مناسبة او قليلة، لان انت لازم تحط يكون عندك بانك ستيتمنت فيها المصاريف بتاعتك. يعني لو مثلا 20,000 دولار فلازم يكون معاك بانك ستيتمنت فيها 20,000 دولار عادي، يعني بالمصري ومتحولين، يعني مثلا بالمصري 400,000,000 جنيه حاجة كده او اكتر. المهم يعني، فهتشوف لو التيويشن مظبوطة وخلاص، هي الجامعة دي المظبوطة والمدة وكل حاجة فيها تمام. بروح داخل مثلا على لينكد ان اشوف الناس اللي بيدرسوا في الجامعة دي مثلا، اشوف يعني على اليوتيوب لو هي معروفة، فابتدي اجمع انفورميشن عنها، عشان في الانترفيو هيسألك يقولك ليه اخترت الجامعة دي عن الجامعات التانية. فتبتدي تتكلم عن البروجرام، ايه اللي في البروجرام بيدرسوا ايه فريليتد مثلا دراستك او كده. المدة مثلا مناسبة بالنسبة لك، المصاريف مناسبة بالنسبة لك. فتبتدي يبقى عندك مقارنة. فانت هتدخل على كذا واحدة وتعمل زي شيت كده لكل واحدة، المصاريف بتاعتها، المدة، البروجرام فيه مواد ايه وبتريليت مع شغلك ولا لا، او هو بالظبط البروجرام اللي انت عايزه. اسم الجامعة والناس المتخرجة فيها بيشتغلوا في ايه، بيعملوا ايه. فدوت زي شيت كده في كذا جامعة، وانت اكنك بتقارن وصلت لأفضل واحدة انت عايزها. تمام. بتبتدي بقى انك تعمل الابليكيشن اللي هو المبدئي للجامعة. بيبقى في ابليكيشن فيز في معظم الجامعات، وفي جامعات تانية لا، الجامعة اللي انا كنت بقدم فيها ما كانش فيه حاجة بدفعها في الاول، فبيبقى مثلا 30 دولار او حاجة كده وبس. فبتبتدي تقدم يعني في اللي انت شايفها افضل حاجة مناسبة ليك، او في كذا واحدة، يعني زي ما انت عايز، لان هو برضو بيجي يسألك طب انت قدمت في جامعات تانية، فمن المفيد ان انت تقدم في حاجات تانية. فممكن تقدم في 2 3، ده هيساعدك جدا. تمام. طيب هقول لكم كام اسم جامعة كده، ممكن برضو يقولك طيب هل انت قدمت في حاجة برا امريكا، وليه امريكا بالذات. فممكن عادي تكون جربت انك تقدم في حاجة تانية في جامعات في ألمانيا مثلا او في مكان تاني، وتقول انا كنت بقدم في هنا وهنا، وامريكا مثلا افضل عشان امريكا فيها تكنولوجيا وكده. هبقى اكلمكم في الاسئله دي اكتر بعدين، بس هقول لكم كام اسم جامعه كده ممكن يعني تساعدكم في البحث تبحثوا عنهم. University of South Florida، وكاليفورنيا State University، و University of Europe، وفي ايه تاني، في كارولاينا يونيفرسيتي، وفي American National University. دي الجامعة اللي أنا قدمت عليها، يعني هي كانت مصاريفها كويسة. في طبعا مهاريشي
في ناس كتير عارفة مهريشي. مهريشي مختلفة شوية عن الجامعات دي، لان مهريشي انت مش مضطر تدفع فلوس، بيبقى عليك زي لون مع البنك او كده. بس مهريش هي بتبقى مظبطاها، يعني انت كده وانت رايح الانترفيو ما بتقولش حوار ان انت هتاخد لون او مش هتدفع على طول، لان دوت انديكيشن ان انت مش معاك فلوس، بيبقى احتمالية الرفض اكبر. فما بتقولش، بيبقى برضو معاك الفلوس في حسابك البنكي، بس انت عارف ان انت هتروح هتدرس وهتسكن كل حاجة من غير ما تدفع حاجة. وبعدين لما تخلص ويجيلك اوفر جوب بتقدم، وبعدين بتدفع الفلوس بقى مع البنك، تظبيطة مع البنك. بس دي اخويا كان رايح عليها على مهريشي، ولكن هي اغلى بكتير، تقريبا 55,000 دولار. بس لو انت ما لقيتش شغل، انت ما بتدفعش فلوس خلاص كده، يعني ممكن ترجع وخلاص ما لقيتش شغل وما عملتش حاجة. فبس يعني وهي مهريشي بيبقى 8 اشهر في الاول دراسة اون كامبس كل حاجة، وبعد كده بتاخد بقية الحاجات بتبقى زي اونلاين او كده، وتقدر تروح بقى تشوف شغل يعني فول تايم او كده. تمام. ده بالنسبة للجامعات. ممكن برضو انتوا تشوفوا جامعات تانية. في تقريبا كان في جامعة كده قدمت عليها في ألمانيا، بس مش فاكرة اسمها، برضو المتطلبات بتاعتها ما كانتش كتير يعني. تمام. وممكن يكون اصلا اختيارك للجامعة هو بناء على المتطلبات، يعني انت مثلا مش عايز تعمل امتحان لغة، ففي مثلا الجامعة اللي انا كنت فيها كانت بتقبل ان انا يكون معايا شهادة لغة، شهادة يعني او حاجة ان انا دارسة بالانجلش، جايبها من الجامعة، بروح جامعة اقول لهم عايزة افادة ان انا دارسة بالانجلش، فبيدوها لي، والجامعة كانت بتقبل فيها. بس معظم الجامعات بتحتاج امتحان لغة. يعني في جامعات كتير ما بتقبلش يعني حاجة عالية، لا بتقبل حاجة ممكنة جدا عادي. اعتقد ان لو حد عمل امتحان اللغة هيبقى مفيد جدا هيساعده في التقديم على معظم الجامعات. لان انا برضو يعني في جامعات معرفتش اكمل فيها في التقديم عشان محتاجين الامتحان اللغة ده. تمام كده. فدي اول خطوة، وهي انك تدور على البروجرامز كلها وتبتدي تقارن بينهم وتختار اللي انت هتقدم عليه وتبقى فاهم كل حاجة. ممكن اكون انا عملت الموضوع ده متأخر شوية، انا كنت مقررة الجامعة من قبلها يعني او كده. بس ده مفيد ليك ان انت تبدأ بيه، وان انت وانت بتدور على الجامعة تبتدي تكون بتجهز الانترفيو كمان، لان معظم الجامعات دي بتبقى زي بيزنس، فهي كده بتقبل. تمام. فالجامعات بتقبل عادي. بس الفكرة بقى ان انت هتروح الانترفيو هتعمل فيه ازاي. يعني الجامعة تبعت لك I-20. الاي 20 دي هي اللي انت بتروح تحجز بيها الانترفيو، وهي اللي بتبقى يعني افادة يعني ان انت مقبول في الجامعة. هي الفكرة ان انت تعمل كويس في الانترفيو، فالتحضيرات دي اكتر عشان الانترفيو. تمام. اعمل لكم فيديو تاني اكلم لكم عن سؤال تاني، يبقى دوت سؤال، دي اول خطوة كده بنعملها، وده سؤال في الانترفيو، هو ليه اخترت الجامعة دي، ايه ميزات الجامعة دي عن غيرها، ليه مثلا امريكا. فلازم الحاجات دي كلها تكون مترتبة، واكون فاهم كل حاجة، اكون فاهم الترم بيبدأ امتى. دي حاجة مهمة جدا، لازم اكون فاهم انا هبدأ دراسة امتى وهنهي امتى، وايه اللي هيحصل بالظبط، يعني الترمات امتى، كل حاجة، عشان ممكن اي سؤال زي دوت يتسأل. يعني هو في السفارة بيبقوا في ناس كده قابلينها، فبيسألوهم سؤالين 3 كده، يعني عشان يتأكدوا بس ان الشخص دوت مش بيكذب او حاجة. وفي ناس بيبقوا يعني ايه متشككين في امرها، فبيسألوها اسئلة كتير قوي بقى وتفاصيل وكده. انا بالنسبة لي كان الموضوع سهل، بس انا كنت محضرة كويس قوي قوي قوي. بس انا بالنسبة لي كان لا، كان اللي هو مقبولة تقريبا، وهو سؤالين 3 و approved بس كده. سلام.